كنت حابب بس اتكلم في موضوع الاختبارات، وناس كتير بتسألني الاختبارات معظمها سبوبة او اروح ولا لا. هو الموضوع ده يعني انت في ايدك تخليه سبوبة وفي ايدك تخليه اختبارات حقيقية. ده بيرجع لنقطة مهمة، وهو انت عارف مستوى ابنك فين بالظبط. انت لو مستوى ابنك فعلا من اللعيبة اللي بتروح اندية او من اللعيبة اللي بتلعب في اندية مستواه كويس واحسن منهم، لا يبقى بالنسبة لك موضوع الاختبارات مش هيبقى سبوبة، وهتلاقي فيه مراحل متقدمة، وهتلاقي فيه اندية عايزاه، وهتلاقي فيه بيكمل لحد اخر اختباره وبيتاخد. لكن العكس، لو انت مقيمه غلط وفاكر ان ابنك مثلا لعيب كويس قوي ويستاهل ان هو يروح نادي وهو لسه عنده نواقص ومش افضل من الناس اللي في الانديه، فانت كده خليته سبوبه. انت هتروح هتختبر مره واثنين وثلاثه وعشرة، وفي الاخر مش هتقبل، وهتلف على نادي واثنين وثلاثه واربعه، وفي الاخر مش هتقبل. النقطة الفيصل هنا ان انت مقيم ابنك ازاي، هل انت اللي مقيمه او حد ذو ثقة او خبرة مقيمه؟ فانا بنصح الناس بناء على خبرة حوالي 3 سنين. الحمد لله ودينا لعيبة أندية، ولعيبة راحت من خلال الاختبارات، ولعيبة أعرفها، ولعيبة راحت من خلال الفيديوهات، وقبليها كام سنة برضه على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. فالحمد لله الواحد بقى عنده خبرة كفاية وعارف المدربين بيفكر ازاي. فانت بإيدك تخلي الاختبارات بالنسبة لابنك سبوبة او لا. لو ابنك لسه ناقصه حاجات ما تتعبش نفسك وتلف وتدور وترهق ابنك ذهنيا ونفسيا وماديا. فانت اهم حاجه تقيم ابنك صح، او حد يقيم لك ابنك صح.